كل يوم بتاخد قرارات، تختار تصحى بدري او تسهر، تشتغل ولا استنى الفرصه الصح لما تيجي. حتى لو اطلب اكل بيتزا ولا برجر. هل فكرت ان قراراتك دي ممكن تتحلل بنفس طريقه الشركات الكبيره وهي بتحلل المنافسين؟ تعال نشوف ازاي ممكن نطبق كومبيتيتور اناليسيس على حياتنا اليوميه. اول خطوه، اعرف المنافسين بتوعك. في قرار عندك في 3 انواع من المنافسين: دايركت كومبيتيتور، منافس مباشر، ده الاختيار اللي بيحقق نفس الهدف بنفس الطريقه. اندايركت كومبيتيتور، منافس غير مباشر، ده بيحقق نفس الهدف بس باسلوب مختلف. دي الترناتيف كومبيتيتور، المنافس البديل، حاجه ثانيه خالص بس ممكن تاثر على قراراتك. عايز تحس بالطاقه؟ عندك 3 اختيارات: تشرب قهوه، منافس مباشر، تاخد قيلوله 20 دقيقه، غير مباشر، تعمل تمارين رياضيه سريعه، منافس بديل. انت بقى بتختار بناء على ايه؟ تحليل السوات لقراراتك اليوميه. اي شركه بتحلل نفسها والمنافسين بالسوات اناليسيس عشان تعرف مناطق القوه ومناطق الضعف. انت بقى تقدر تعمل نفس الحاجه في حياتك. وهنعمل مثال عملي: تسهر تذاكر ولا تصحى بدري؟ السترينجث بوينت، السهر هيخليك تذاكر بدون مقاطعه، والصبح مخك بيكون انشط. الويكنس بوينت، مناطق الضعف، السهر يقلل تركيزك بعد شويه، الصبح محتاج تاخد وقت عشان تركز. opportunities، الفرص، لو نمت بدري هتبدا يومك بنشاط، ولو سهرت هتخلص حاجات متاخره بدون ضغط. ثريتس، التهديدات، لو سهرت ممكن تكسل تكمل الصبح، لو نمت بدري وما صحيتش بدري راحت عليك الفرصه يا بيه. الحل: اعرف انت امتى ممكن تشتغل بافضل اداء وبناء عليه خد قرارك. الار او اي الشخصي، قراراتك زي الاستثمار. لما تاخد قرار لازم تسال نفسك: الار او اي، العائد من الاستثمار في القرار ده ايه؟ هل الحاجه اللي بعملها ديت هتديني فايده على المدى الطويل؟ هل هي بس متعه لحظيه وهندم عليها بعدين؟ هديك مثال: الخروج مع اصحابك قدام تطوير نفسك. الخروج استمتاع لحظي، بس هل هيديك فايده طويله؟ تطوير مهاراتك ممكن يكون متعب بس العائد عليه هيكون اكبر على المدى الطويل ان شاء الله. القاعده الذهبيه: اي قرار في حياتك قيمه كانه بيزنس ديسيشن. خدعه الانكرينج بايس، ليه دماغك احيانا بتخدعك. عمرك لاحظت انك لما تشوف سعر التيشيرت كان ب 2000 جنيه وبقى ب 1000 جنيه انه بقى صفحه ربحانه مع انه ممكن يكون سعره الحقيقي اصلا 1000 جنيه؟ ده بقى اسمه انكرينج بايس. العقل بيركز على اول معلومه بياخدها وبيعتبرها المقياس لاي حاجه تانية. وبتطبق على حياتك ازاي؟ لما بتيجي تاخد قرار ما بين حاجتين، ما تخليش اول اختيار يظهر لك هو اللي يتحكم فيك. فكر بعقلك مش بعواطفك. تكوين القرار الصح بيكون تحليل زائد تقييم زائد التصرف السريع. لما الشركات الكبيره بتاخد قرار بتعمل 3 حاجات: بتجمع الداتا عن المنافسين، بتحلل الفوائد والمخاطر، بعدين بتتصرف بسرعه قبل ما الفرصه تضيع منك. نفس الفكره في حياتك، فكر وحلل وتصرف بسرعه قبل ما الفرصه تضيع. والخلاصه: ازاي تستخدم الكومباتيتور اناليسيس في حياتك. قارن بين اختياراتك كانهم المنافسين في السوق. اعمل سوات اناليسيس لاي حاجه في حياتك. احسب العائد بين استثمار وقتك قبل ما تاخد اي قرار. ما تخليش اول اختيار يظهر لك يكون هو الصح. تجنب الانكرينج بايس. حلل وفكر وخد قرارك بسرعه عشان تكسب ان شاء الله. تحدي النهارده بقى: ايه اكتر قرار خدته كان ليه تاثير كبير قوي في حياتك؟ وما تنساش تشاركني في الكومنتات لعلنا نستفيد. سلام.